تفاصيل من داخل المحكمة الابتدائية بخصوص رضا ولد الشينوية، واشنو اللي وقع معاه وعلاش المحاميين ما بغى حتى شي واحد يترافع عليه. قبل ما ندخل معكم في هذا الموضوع خاصني نشرح لبزاف ديال الناس اللي ما فاهميش ان الجلسة ديال اليوم ماشي بخصوص التجارة في البشر. كاينين بعض الناس كيسحب ليهم ان رضا ولد الشينوية مشدود في السجن بسبب هذوك التسجيلات اللي كانوا خرجوا ديال التجارة في البشر. هادشي ما كاينش انه ما غاديش يتحاسب على التسجيلات اللي خرجوا وديك الشهود اللي كانوا ضده، لا هذاك موضوع بوحديته. حنا كنهضروا دابا حاليا على الموضوع ديال اليوم اللي فيها الجلسة. المشكل ديال رضا ولد الشينوية هو السبان والتهديد والتشهير واخلاء بالحياء العام واهانة موظف اثناء تأدية الوظيفة ديالو. باش تفهموا اكثر، مؤخرا كان وقع واحد المشكل ما بين رضا ولد الشينوية وولاد عباس. شكون هما هاد ولاد عباس؟ هذه واحد المراه عندها 70 عام، دارت التيك توك وباش تطلع الكونط ديالها مشات عند ولد الشينوية وعطاتو 2 المليون باش يدير ليها الاشهار ويعاونها باش تطلع الكونط ديالها في التيك توك. كتقول هاد المراه اللي عندها 70 عام انها تلاقات مع رضا ولد الشينوية في واحد الحفله وجلسوا كيهضروا على هذا الموضوع ديال التيك توك. بقاو كيهضروا مع بعضياتهم، زايدوا في الهضره، ناض رضا قلب عليها الطبله، وهاد المراه بحكم انها كبيره في السن فيها السكر ومريضه سخفات، مشات قالتها ولادها مشاو داروا شكايه بولد الشينوية. هاد المراه اللي عندها 70 عام عندها بنتها سميتها فاطمه، وهاد فاطمه حتى هي كان عندها واحد الكونت في التيك توك وخدامه به حتى لواحد النهار ومشى ليها وكتقول بان رضا هو اللي عنده علاقه، يعني هو اللي دالها الكونت. المهم هاد العائله مع هاد العائله ناض الحرب بيناتهم. العائله ديال ولاد عباس تيقولوا بان رضا وامو وخواتاتو داو ليهم الفلوس وسرقوا لهم الكونت في التيك توك. عاوتاني ورضا امو وخواتاتو تيقولوا بانهم تيكذبوا عليهم، تيحطوا عليهم الباطل. المهم ولاد عباس داروا شكايه برضا وعائلته، وعاوتاني رضا وعائلته داروا بشكايه بهاد الناس. كنتمنى تكونوا فهمتوا واحد شويه حيت هاد الشيء مرون. ما عليناش، في الاخير راه كيبقى العلم عند الله. كما كتعرفوا دابا حاليا رضا ولد الشينوية محبوس، ومن العائله الثانيه ديال فاطمه بنت عباس حتى هي في الحبس. اما باقي افراد العائله مرات عباس وولادها والشينوية وبناتها راه حتى هما عندهم متابعه في حاله سراح مؤقت مقابل كفاله ماليه. كنظن دابا كلشي واضح. بالنسبه للجلسه ديال اليوم راه تاجلت حتى ل 29 من هذا الشهر هذا، يعني نهار ديال الجمعه الجايه. وبالنسبه للمحامين حتى شي واحد بغى يترافع عليه، غنخليكم مع واحد الفيديو ديال الاخت ديالو كتهضر على اللي وقع هاد النهار في الجلسه. اللي وقع كان واحد المشكل، ولينا كنجيو للمحكمه كنلقاو تهديدات من عند الطرف الاخر، كيتلقاو لينا كيبداو يعيروا فينا وسط المحكمه، كيسبونا، كيبداو يعيروا في الام ديالي، انت مشوهه، انت هذه اللي عندنا معاهم النزاع من الطرف الاخر، كيشبعوا فينا معيور. كنحضروا راسنا بحال دابا خرجنا من واحد البلاصه باش ما يقايسوناش، باش ما يقلبوش لينا. حنا بغينا هذيك خويا خدا يا خويا الا كان دير الذنب غياخذ حقه، فهمتي، غياخذ الجزاء ديالو. والا كان فري داير داكشي ولا داير القانون ما غاديش يكذب عليه، فهمتيني، داير خاصو يتعاقب. هذه ياك هذه الهضره، داير خاص رضا دار واحد المشكل خاصو يتعاقب عليه. ديك السيده دارت لنا مشكل خاصها تتعاقب عليه. القانون راه نازيه، ما غيظلمنا خويا، ما غيظلمها هي. ماما مريضه حالتها، انت شتي عينيها كي دايرين طونسيو جلاله تفرقعوا لها في عينيها. اللي كلشي خرج ضدكم هاد السيد، هاد الناس اللي خرجوا ضدنا ما كيعرفوناش. هاد الناس كيتصلوا بهذوك الناس اللي عندنا معاهم النزاع، كيعطيوهم شنو يقولوا، كيطلعوا يقولوا. عطينا خويا سعيد شي وحده تحط علينا الدليل ان حنا فينا داكشي. قبل ملي كان خرج رضا كان كلشي كيبغي، كلشي كيعيط عليه، شنو طاح كلشي ولا ضد؟ ما انا دوك الناس اللي كانوا كيعيطوا ويجيو عندكم على رضا واش باقي كيجيو دابا؟ كاينين ناس حبابنا، كاينين عائلتنا، فهمتي، ماشي بزاف، ولكن الطرف الاخر فهمتي كاين الناس كيمشيو عند الطرف الاخر كيعايرونا مع الطرف الاخر. الطرف الاخر وصلنا لواحد الشوه ديال اللي شافنا كيعايرنا كيقول فينا حنا فاعلين وحنا تاكين وحنا ما حنا كمل من عندك، يعني تخسر الهضره. شفنا رضا بخير الحمد لله بخير، ما فهمت، ما نقدرش، ولكن قال لنا انا ما زعما انا بعدا باش نقول لك داكشي ديال المحامون راه ما داويش على المحامون، وانا كنطلب منهم الاعتذار كاملين اللي كاينين في المغرب كاملين، ياك كنطلب منهم الاعتذار. واخا خويا راه ما داويش عليهم، داوي على المصري، واحد 2 محامين في الامارات مصريين، ما داويش على المغرب. انت دوي حيت هو في الجلسه راه قال هادشي، قال داو لي فلوسي، وانا كنت كنعاود الناس داكشي اللي كنت كنعيش في الامارات. لا هضر فيديو، انت خداو المقطع اللي بغاو هما، هادشي اللي كاين. وراه حنا كنطالبوا لا من المحامون ديال هنا لا من المحامون ديال الامارات لا ديال مصر، كاملين يسمحوا لنا، لانه خويا ما دواش على المغرب، ما دواش على المحامون اللي في المغرب، دوا على اللي في الامارات مصريين، وخداو هذاك المقطع وداروا به ما بغاو، كيكثروا الجناوه. هادشي اللي كاين اخويا. وانت راك شي حاله خديجه راه مريضه، العينين كدايرين. خويا الناس راه طلب الاعتذار وسط المحكمه، وطلبها حتى فاش كان على برا، وطلبها في الانستغرام، وطلبها عند سعيد في شوف تيفي، وطلبها عند فاطمه الزهراء، طلبها عند الناس كاملين. حنا كنوجهوا رساله للمحامون ديال المغرب. خويا راه اقسم بالله ما داوي عليكم، وبغيتوا حقكم، عندي ما نقول لكم، حنا كنطلبوا منكم الاعتذار حنا، وهو راه ما داويش عليه، ما بغى حتى شي محامي يترافع عليه، ما عرفناش علاش. هما كون غير حطوا الفيديو كامل، هما خداو المقطع اللي بغاو هما.
فهمتي. خداو داك المقطع اللي فيه شويه ديال المحامون الصابه وحطوه. هادشي اللي دار. ما انا ما عرفتش، انا براسي ما لقيتش داك الفيديو، حيت كون لقيته كون عطيتهم مشيت طارت ليه القناه كامله. القناه كامله طارت لي، لا بالادسنس لا بالفيديوهات كلشي مشات لي. يعني من طريق العبره ديال هذه عصابه خرجت لي هذا الفيديو. يعني مثال هذا عصابه مجموعين علينا بالمعيول بالسبان بالفلوس بزاف. انت دويتي خويا هاد الناس، انا اللي ياك راه كنصاحبكم شحال هادي وحطنا ودير لينا عمرو طرا لي بحال هذا المشكل. انا براسي ما عرفتش. الله ياخذ الحق في اي واحد قال فينا شي كلمه ما هي ما فيناش، اي واحد ظلمنا واي واحد ظلم داك السيد الله ياخذ فيه الحق. وإلا خويا داير شي حاجه سعيد يدخل يتربى، خاصو يتربى. إلا خويا داير المشكل يتربى. القانون راه كما قالوا لك راه فوق الجامعه سعيد. والله قسم شنو هي في واحد الحاله صعيبه، ما نقدرش نهضر. سعيد خويا كنخرجوا من المحكمه كيتلقاو لينا الطرف الاخر حدا الباب كيعايرونا كيسبونا حتى كيخرجونا غير البوليس. الخصومه كامله علاش كيسبونا؟ ما حنا بغينا حقنا، هما ياخذوا حقهم مريضه وحنا ناخذوا حقنا من ديك السيده، لانه ديك السيده طعنت لينا في الاب ديالنا. حنا ما عندناش الاب. في الشرف ديال امي قالت لك امي كانت فاسده، امي كانت كدير العجب، امي كانت مشوهه بتعرفي تعرف. ودابا داخل المحكمه بنت الطرف دوك الطرف وكاينه واحد الدريه معاهم شبعت ماما معيور كتقول ماما مشوهه بالفيديو وكل شيء. ضراتنا وشكون بسببنا في هذا الشيء كامل؟ هي ديك السيده. سعيد حنا ما كنعسوش، ما كنشوفوش الناس كي دايرين. حنا عائله وحده. شوف العائله ما كيعقلوش على الطعام، كاينش طعام، كاينش العائله راه دمك دابا ما بقيتيش كتقولي تخاف من العائله. يعني دابا تدير الصفدار ما بقات ما بقى. حنا ما كنبركوش ما كنجمعوش مع بعضيات. خويا في دارو مع مرته وراه بسمه في دارها مع ماما كتنعس في بيتها، ماما في دارها في السفلي، راني اختي حتى في بيت الفوق. شي ما كيتجمع مع شي كل واحد بوحدو. وبسبب ديك السيده، شي كله كان ما كانش ديك السيده وما خرجاتش عند الناس وكتعطيهم شنو يقولوا علينا وكتسب فينا، وحتى من الاب ديالي جبدوا سميتو فاطمه. راه كتعرف وانت كتعرف شو هو. انا ما فهمتش شو هو، ما عرف شو هو. السبان المعيور دابا كنجيو نحكموا لينا كنلقاو جيش، كنبغيو ندخلوا كنبداو نتعايروا. انت كنجي انا وماما انت حنا لا يتابع طرف ثاني سعيد الاخر صافي. سعيد انت شوف انا كاين انا واختي وخويا وماما، حنا كاينين 5 الناس. الطرف الاخر كيجيو معاهم الناس بزاف كيشبعوا فينا معيور. واش حنا كنحترموا المحكمه، كنحترموا المؤسسه، كنحترموا بزاف الحوايج. ديجا ديك الجلسه الاولى خوهم ضرب راجلي وخدينا الكاميرات وخداو البوليس كلشي والسيرتيفيكا راجلي كله فمهم مفرقع. وصلت للمحكمه ضرب خويا ضرب راجلي ضربوا بكروشيه وهرب شبع فيه سبان. جينا مع الامن خداو الكاميرات غياخذوا لنا حقنا، حيت ما يمكنش حنا نمشي، حيت ما بغاوش دابا خويا نتوما اختكم عائلاتنا ناخذوا حقنا وانتم خذوا حقكم من رضا. القانون راه نازل ما غيظلم اختك لا رضا. بجوجهم داروا المشكل، بجوجهم خصهم يطبقوا. ياك اخويا ما قلت لك ما تلعب. هاد الناس باش كنجيو للمحكمه كيبداو يعايروا فينا. خوها ديك الجلسه اللي هضر مع الصحافه هنا سما الام ديالي ضرب راجلي بكروشيه وسط المحكمه. راجلي ما بينه وبينهم والو وهربتي بالفيديو. هادشي بكلشي في المحكمه. خدينا الفيديوهات خدينا داكشي. الامن راه كيدير خدمته. كاين بعض المشاهدين كيسولوا على حاله ديال رضا خصوصا التقديم مصطفى. لا ما كايناش ماشي رضا اللي سخف دري اللي كان الداخل مريض ماشي ماشي رضا. لا ماشي حنا خويا ماشي رضا. وحنا خرجنا كاملين وخرج رضا هو وديك السيده وطلعوا ومشاو في حالاتهم. حنا ما فهمتي ما حنا رضا غيسخف قدامنا ما يمكنش. ضروري غتكون واحد السيده تشوفي خوك طايح قدامك. ما كاينش خويا. الناس اللي كيقولوا رضا لا واحد السيد كان مريض. راجل حور هو اللي كان مريض سخف رضا بعيد على شريط صحه جيده. كنتمناو الخلاف انه يساري. حنا خويا بغينا بجوجهم ياخذوا فهمتي بجوجهم يطبقوا بجوجهم ياخذوا القانون ديالو. خويا ياخذ مجراه وهي تاخذ مجراه. ان شاء الله نهار الجلسه الجايه بغينا الناس يشوفوا ان الناس كيتلقاو لينا وكيشبعوا فينا سبان، لانه ولينا كنخافوا نجيو بوحدنا. كيجيو هما كيدخلوا الجلسه ناس بزاف وما عندهمش معنا مشكل غير داخلين يتفرجوا. كنكونوا خارجين من الجلسه كيشبعوا فينا معيول وسبان فهمتي. يعني كيحقرونا بتعرفي تعرف. حنا تحقرنا